مساء الخير. اهلا بيكم في اسهل طريقه لعمل ام علي. النهارده هنعمل ام علي بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا وتحفه جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الطاجن بتاعنا او البايركس اللي احنا هندهنه زبده كويس قوي، وهنجيب الملفي اللي احنا جايبينه من الفرن الافرنجي اهو، يبقى رقائق كده، وهنبتدي نحطه ونكسره كده في الطاجن بتاعنا. مش هنكسره يعني نفتفته، ولكن يعني هندوس عليه كده، هو مش بيستحمل خالص اهو. احنا يا جماعة دلوقتي بنعمل اسهل واحلى طريقة لعمل ام علي، يعني بالسهولة اللي احنا متعودين عليها، عشان انا ما بحبش التعقيد. هناخد شوية مكسرات زي ما انتي حابة بقى، اللي عندك اللي موجود، وهتحطيهم تخلطيهم كده، وبعدين تحطيهم على ام علي او على الملفي اهو. خلطنا كله مع بعضه، وهنحط كده تمام. هنقلب عشان ما يبقاش كله في حتة واحدة، هنقلب اهو، اللي تحت فوق واللي فوق تحت، عشان اللي ياخد من كل حاجة، من المكسرات ومن الملفاي ومن كل حتة اهو. وهنحط كام حتة زبدة كده على الوش. احنا طبعا دهنين الصينية اصلا، بس هنحط ايه كام حتة زبدة كده عشان ما تبقاش تقيلة قوي. ونروح بقى نغلي اللبن بالسكر. هو ملوش مقدار، بس كل ما حطيتي لبن اكتر كل ما كان الطعم احلى. والسكر برضو حسب الرغبة، انا ما اقدرش اقولك هتحطي على الحجم ده كوباية مثلا او نص كوباية، حسب رغبتك، حسب ما انت بتحبي السكر عامل ازاي. لكن احنا هنحط تقريبا على الصينية دي كيلو او كيلو وربع من اللبن. نروح نغليه بقى مع السكر ونشوف هنعمل ايه. غلينا اللبن وحطينا عليه الفانيليا، حوالي معلقة من الفانيليا مهرمة كده، وهنبتدي نشرب ام علي بتاعتنا من اللبن اللي احنا مدوبين فيه السكر وغلينه وحطينا عليه الفانيليا. هنحط على وشها حتة قشطة كده، هاخدها اهي، يعني القشطة هتديها طعم لطيف قوي، وهتديني كمان لون. واحنا بنحطها في الفرن، هنخش على فرن درجة حرارته 180 لغاية لما تحمر. ام علي بتاعتنا خلصت خلاص وطلعت من الفرن، عاملة قلبان شكل وريحة وطعم تحفة تحفة تحفة. والموضوع ما خدش مننا نص ساعة بالكتير. لازم تجربوها، وان جربتوها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الحاجات اللي انا بقدمها. ودي كانت اسهل طريقة لعمل ام علي، بأسهل طريقة مع مين؟